بالصدفة كده عمالة تطلع لي فيديوز ورا بعض. بنات في فرح او ستات او في حفلة او ايا كان، مثلا ستات بترقص او بنات بترقص. الموسيقى تشتغل، هي زي ما يكون بتتحمس قوي كده مع الاغنية وتروح وترقص بقى وتسخن بقى قوي كده فترقص. طبعا انا مش هتكلم عن الموضوع ده، يعني اي حركة هطلة، يعني انت تبقي وسط ناس، يعني وسط ناس غريبة ومش عارفة ايه، والحماس ياخدك وترقصي كده بالجامد قوي وبالجراءة دي، اكيد حركة هطلة يعني، وهي اكيد اللي بيعملوا كده بيندموا. لكن اللي بيلفت نظري اكتر المفروض ان هما يعني المفروض هما رجالة او شباب او ايا كان واقفين ماسكين التليفونات وبيصوروا. وطبعا واحد من اللي نزل الفيديوز دي على النت هو واحد من اللي ماسكين التليفونات وبيصوروا. يعني انتوا بجد شكلكوا عر قوي. انتوا المفروض تتكسفوا اكتر منها. انت حاجة من اتنين، يعني يا اما انت قواد، يا اما انت كان في وظيفة كده في زمان، في ايام لما كانت بيوت الدعارة مرخصة، كانت وظيفة والله. هي دلوقتي بقت شتيمة، بس هي كانت وظيفة. واحد بيطلق عليه لفظ معين، ده بقى ايه اللي هو يمشي بقى ايه، يسقف بقى للرقاصة وهي بترقص، للست الشمال وهي مش عارفة بتعمل ايه، ايوه يا قبلتي يا كيداهم يا حلوة يا جميلة، ويكلم بقى الرجالة عليها وتعالى دي هتعجبك. ده بالظبط انت، ده بالظبط انت. عارف انت اللفظ اللي بيتقال عليه الشتيمة دي؟ ده بالظبط انت. تتكسف اكتر منها اللي ماسك موبايل وبتصور واحدة، وتتكسف اكتر لو انت نزلت حاجة من اتنين، يا انت بتقواد وبتصطاد لها حد، يا انت بتروق على الشباب وعايز تعدل لهم مزاجهم. فانت برضو نفس اللفظ نفس المهنة. اعتقد انت لو كنت موجود في الزمن القديم ده كنت هتشتغل المهنة دي. اتكسفوا.